مرحبا بكم الدراري في فيديو جديد وفي رياكشن جديده. هاد المره معنا فيديو تلاقيت مع صدفه في فيسبوك، يعني لقيته على صدفه في فيسبوك وبغيت نبارطاجيه معكم ونشوف شنو فيه ونرياكطيو عليه. تعبت طلقت حق الله الا فرحانه حيت طلقتي. وياك ما بغيتي تتقداي من عندنا؟ لا 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 اصلا حيت اصلا هذا السيد هذا اللي خديت ايه خويا ما كنتش عارفه وطلقت منه. كيفاش ما كنتيش عارفه وطلقتي منه؟ والله ما كنت عارفه ان خويا داك السيد تزوجت به. خوك؟ خويا حقيقي من امي. وقصه هذه والله الا تهضر معاك بصح خويا عادي. عاودي لنا هذه القصه. هاد السيد انا مربياني واحد المراه في الرباط في جيسانك. ها انا وخويا توام رباتنا خداتنا من بلاتي انت الخيريه. وخوك خداتكم من الخيريه شي مراه، وحده خداتك انت وحده خداتو هو؟ لا ها هاد السيده اللي خداتني انا سميتها نعيمه الحاجه نعيمه. بلا ما نقولوا السميات، ماشي مشكل. وخداتني انا وخدات خويا التوأم ديالي رباتنا عندها في الدار، ما كانش تولد، خداتني انا وخويا توام. هي انا وخويا كبرنا انا وخويا في دار وحده معاها ومع راجلها، ولكن انا داك السيد اللي تعرفت عليه في مدينه مراكش. هاد السيد اللي تزوجتيه انت؟ تزوجت به، ضربت لاكارت كل شيء، صافي السيمانه الجايه عندي العرس. من خديت لاكارت ديال مو جاب لاكارت ديال مو ولاكارت ديال باه، تنشوف لاكارت ديال مو نفس السميه اللي عندي انا في السبيطار ديال الام عنده هو. صافي قلتها لخويا قال لي ما يمكنش. قلت لي تاكد انت من لاكارت ديال سواقه السبيطار ديالك؟ قال لي انا غنتاكد. تاكدت انا وياه. المراه اللي خداتنا من الخيريه قالت لنا نفس السميه، قالت لنا هاد المراه هي اللي ولداتكم وحطاتكم في الخيريه. قلت لها متاكده؟ قالت لنا متاكده. ودرنا التحاليل معاه درتو لها ديان؟ درنا التحاليل بلا خبر السيد اللي واخدني. دابا دوختيني التحاليل اللي درتي. كيفاش بلا خبر السيد اللي واخدك؟ ملي خديتي واش درتي التحاليل انت وخوك اللي توام ولا انت هذا اللي واخدك؟ درنا التحاليل بثلاثه بينا بلا خبر هذا اللي واخدك؟ بلا خبر هذاك اللي والداني. ما فهمتش انا، ما فهمتش. دابا هاد السيد هذا اللي واخدني مشيت قلتها ليه قال لي ما يمكنش. قلت له راه امك هي امي. قال لي نتاكدوا من هذه المعلومه. واخا. ومن مشيت عند خويا اللي انا وياه مع ديك السيده، خويا قال لي نديروا التحاليل نتاكدوا بثلاثه بينا. تاكدنا ان حنا خوت بثلاثه بينا. مشينا رفعنا دعوه في المحكمه انا وياه باش نطلقوا. خوك ما درتوا لها ليله الدخله لهم يحزنون؟ لا لا هي ضربنا لاكارت عندنا السيمانه الجايه العرس بالسبت. الحمد لله ربي يلطف ياك. ولكن نتوما ما كنتوش عارفين، ولكن ربي سبحانه وتعالى ما تيخليش هاد المواقف يوقف. ولكن اخويا عزيز هو تصدم وانا تصدمت وخويا الاخر تصدم. علاش تصدمتوا؟ علاش تصدمتوا؟ انا كنت نتزوج بخويا. لا اسمعي هذا هو دابا الديفو ديالنا. رب ضارة نافعه. الا ما تزوجتيش شنو لقيتي؟ لقيتي خويا. ايوا الله احسن. دابا انت في الاول شنو قلتي لي؟ طلقت من عند واحد الخينه، هو راه خوك. الو رب ضارة نافعه. مادام ربي نقدكم من هاد المصيبه الكحله باش تكون منفعه زرقاء، اللهم هو تلاقاك خوك. ودابا كي دايره العلاقه؟ دابا العلاقه بيني وبين خويا ماشي بحال اللي كانت في الاول، تبدلات بحال خويا الاخر. ولكن عندي مشكل اخر. خويا الاخر قالك بغا يقتل امي وبغا ينوض المشاكل. انا اضطريت بعدت من المشاكل، خليته هو صدرتو لمو. قلت لي قتلها ولا ذبحها. هادي ما هضراش، هادي راه امك راه امك. حيت انا من ولداتني ولاحتني انا وخويا. الوافي ما يحافي. لا خويا عزيز. لا ولحتيني انا وخويا. لا سميتك بعدا سميتك ناديه من الرباط. شوفي ناديه هاد الهضره هادي ماشي ديال المسلمين. شوفي اختي نقول لك واحد القضيه. الام شنو ما بغات دير ودارت واللي عطاها كبرات دابا غلطات واحد الغلط واحد الوقيته ما غاديش نجيو نحافيوها تنكبروا. ما عرف شنو الله اعلم بحالها. احنا ما غاديش، احنا راه مسلمين وعندنا قلب وربي باش تيبدا اي صوره باش تيبداها
الصوره اللي بغيتي تقراي الصوره باش غتبداي؟ بالام. تينا الا بغيتي تقراي سوره القران ها انت قراي لنا الحمد لله باش غتبداي؟ بسم الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ياك عنده ربي سبحانه وتعالى الشديد القوي الجبار ياك، علاش ما قالش بسم الله الشديد القوي بسم الله الجبار؟ ياك ما قالهاش، قال الرحمن الرحيم. وما دام ربي رحمن رحيم بينا مهما تنديروا من ذنوب ومعاصي حنا تالمنا، واخا تغلط واخا دير شنو ما دارت نوض نقول له سير قتلها راه ما عندي ما ندير بها، ما هضراش هذه ماشي ديالك لالا ماشي ديال، بالعكس نتجمعوا عليها نترجلوا معاها ونمشيو عندها. دابا راه كبرات والعظم كبر والله اعلم بحالها، ونتسامحوا معاها واللي وقع وقع واللي طرا طرا. ها كاينه ولا ما كايناش؟ عيط لخوتك وقول لهم حشومه راه حنا وليات، انت براسك وليه، وما هياش نواة بانكم غتلاقاو، ولكن باش نوليو ضد امنا. ودارت خطا في 1973 نحاسبوها عليه في 2021، هذا كيتسموها الزين من جهه الحقد. انا ما متفقش معك اختي. انا عارفه وبلاتي ومعيطه لهذا البرنامج. مادام معيطه لهذا البرنامج الا عزيز عليك التفرويح والضحك وقلبك بيض. عزيز عليا كل شيء، وعزيز عليا الطاقم التقني كامل، حيت خويا سميتو علاء، حيت عزيز عليا المخرج ديالكم علاء. هذا علاء اولك كنتي غتجوجي. شوفي عندك النمره د الوالده؟ ما عنديش، هذه مشكله. كون كانت عندك غادي نعيطوا لها والله يسامح. شوفي عاودي لي سميتك. ناديه من الرباط. ناديه الله يستر عليك، توعديني قدام هاد المغاربه اللي كيسمعونا وعد الحر دين عليه بانكم تصالحوا مع ذاك الوالده مهما دارت. سميتها 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 امي. نعيط لها. شنو تعيطي لها؟ نعيط لها امي. قولي الله يسامح علينا. انا تنوعدكم قدام المغرب كامل، انا مسامحه ليها وغنمشي عندها وغتدي خوتك غندي خويا علاء وندي خويا زهير ونمشيو حتى تما ونبوسوا لها راسها ورجليها وحنا مسامحين لها من القلب. يعطيك الرضا سيري الله يفرحك. هي دابا في الاستماع ديالكم وتنقول ليها امي انا راه مسامحه ليك، وخويا زهير خويا علاء واخا ديك الهضره اللي قالوا راه ما تيهضروش من قلبهم وحنا تنحماقوا عليك. الهضره ديال ولاد الناس، الهضره هذا ولاد الناس. يعطيك الرضا. وهاكي هادي دونك كما شفنا الفيديو يعني كانت غتوقع كارثه ومصيبه، وكل ما شو القدر كيجمعهم. هي كتعيش في مدينه وهو في مدينه اخرى، مع ذلك تلاقاو لحسن الحظ في ليكارت ناسيونال نفس العنوان ونفس الاسم والنسب ديال الام ونفس العنوان ديال البلاصه فين تزادوا، يعني نفس المستشفى والسبيطار فين تزادوا لقاو هو هذاك. وما يحبسوا كل شيء، مشاو داروا التيست ديال لاديين باش عرفوا القيمه ديال العلم والتقدم العلمي. مشاو داروا التيست ديال لاديين واكتشفوا الحقيقه، لقاو راسو بالله خوت. يعني كانت غادي توقع مصيبه كبيره وكارثه كبيره، يعني يكون تزوجوا المصير ديال دوك الولاد ولا البنات الا تزادوا ولا شنو المصير ديالهم. يعني بحال هادشي صعيب بزاف. كنظن انا ما غاديش نلوم ديك البنت الموقف ديالها اللي خدات من الام ديالها حيت صعيب بزاف، ولكن في نفس الوقت ما غاديش نلوموا الام كذلك حيت شكون عرف الظروف اللي كانت كتمر بهم ديك الساعه باش انها تخلى على ولادها. حيت حد ما كيبغي يتخلى على ولادو، حتى من الحيوانات راه ما كيبغيوش يتخلاو على ولادهم، فما بالك بالبشر. يعني شوف الظروف اللي خلاوها، وكنظن انها فكرات انها لا حطاتهم في الخيريه غيكبروا بشكل احسن وغيكون واحد الحنان واحد العاطفه احسن من ان يكونوا عندها هي. كنظن يمكن كتمر بظروف صعبه ما يمكنش لها تربيهم، وداكشي كنظن كانت غادي تزيد تكفس التربيه ديالهم. داكشي علاش يمكن لقاتها من الاحسن انها تخلى عليهم على ان يبقاو معاه ويتعذبوا وشوفوا القدر. يعني دازت الايام ودارت الايام وكلشي وفي الاخير تجمعوا. والهضره اللي قال المذيع الصراحه عجبتني، هضره منطقيه ومعقوله. داكشي اللي خصو يتقال هو اللي قال. المهم كما شفنا السيده راه قالت لك بغات تصالح مع الام ديالها، وهذا عطيوني رايكم نتوما اش بان لكم في هذا البلان هذا. واش داكشي اللي دارت السيده في الاول ردة الفعل اللي دارت واش هي هذيك؟ شنو بان لكم على داك التصرف اللي دارت الام؟ عبروا على رايكم، قولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا وهذه هي الرياكشن ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جديد.
الا كنت اول مره كتشوفني ما تنساش تابونا في لاشين، فعل معاك الجرس يبقى يوصلك ديما الجديد. بغيتي الرياكت على شي بلان اولا شي تراك اولا شي حاجه بحال هكا، خليوها لي في الكومونتير ونتلاقاو في فيديو جديد.